اهلا وسهلا بيكم النهارده من مطبخ طماطم. النهارده هنعمل حاجه سهله جدا ولذيذه جدا ومكوناتها موجوده عندنا في بيتنا ان شاء الله. مكونات سهله وبسيطه. عندي صوص الشوكولاته يا جماعه اللي الصغيرين والكبار كمان بيحبوه. هوريكم كده. ده القوام ما شاء الله جميل جدا اهو. ده صوص الشوكولاته جميل جدا وناعم جدا اهو. تابعوني وان شاء الله هنشوف مع بعض الطريقه والمقادير وكل حاجه. يا رب يكون سهل ان شاء الله ويعجبكم باذن الله. تابعوني ونشوف الخطوات والمقادير مع بعض. معايا المقادير: كوبايتين لبن، معلقه كبيره نشا، 3 معالق سكر، 3 معالق كاكاو خام، قطعه شوكولاته لتعزيز النكهه. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. في حله هنحط كوبايه اللبن ومعاها الكاكاو الخام ومعاها السكر وهنرفعهم على النار. وكوبايه اللبن الاخيره دي هندوب فيها معلقه النشا ونضيفهم اخر حاجه خالص وكمان قطعه الشوكولاته. هنشوف نعمل ايه مع بعض. نحطيها كده واقلب بسرعه عشان ما تلزقش معايا. وندوب السكر والكاكاو في اللبن. خلاص دوبنا الكاكاو والسكر. معايا بقى هضيف الكوبايه الاخيره ومعلقه النشا. نقلب كويس مع بعض. لغايه ما يبقى كويس ويتماسك معانا. هنحس ان هو خلاص قرب يستوي. معايا خلاص قرب يستوي وبنقلبه كويس كده جدا. معايا اخر حاجه هحطها. خلاص استوى كده خلاص. ده القوام اللي احنا عايزينه. نطفي. اخر حاجه هضيفها هي قطعه الشوكولاته بس واقلب بقى. وده كان الشكل النهائي لصوص الشوكولاته معانا. يبقى ناعم وجميل كده زي ما انتم شايفين وسهل وسريع. جربوه هيعجبكم مفيش غنى عنه. تخلوه في التلاجة تزينوا بيه كل الحلويات بتاعتكم معظمها زي ما تحبوا. للكبار والصغيرين كلنا بنحب صوص الشوكولاته يكون زياده شويه مع الحلويات. وزي ما حضراتكم شايفين كده جميل جدا وطريقته سهله جدا. ويا رب يكون عجبكم وتجربوه.